راحة أنا كنت عسكري مصري على الحدود المصرية مع الأرض المحتلة، النظام المغتصب اللي هو إسرائيل. وكما قال سليمان خاطر رحمة الله عليه، الشهيد سليمان خاطر، أنتوا مدام عايزينهم يدخلوا موقفيننا هنا ليه؟ مدام برضو كنتوا عايزينهم يدخلوا سايبيننا نشوف علمنا وعلم مصرنا، بلدنا، رمزنا، رمز الكرامة، رمز العزة، بينداس تحت رجلين الصهاينة وتحت رجلين الجنود الإسرائيليين في وقعة يعني سافرة من هذا كنت على الحدود. أنا كنت عسكري على الحدود. أنا كنت سنة أصلا كام؟ بعيد عن الحدود، جوه الحدود الرئيسية. 2.5 من سنة 88 لغاية منتصف التسعينات. أيوه. من نص 88 لغاية شهر 7 سنة 90. أيوه. شهر 7 90 بعد المعسكر اللي عملناه وفوزنا على مستوى قيادات الجيش الثالث، تكريما للسادة الضباط بتوعنا ان احنا بذلنا اكتر مجهود وجبنا المركز الاول على مستوى قيادات الجيش الثالث. فانا قلت للضابط بتاعي انا عايز اطلع بقى نقطة هادية، لان انا تعبت جدا في التدريبات وفي المعسكرات وعايز اطلع نقطة هادية كده استريح فيها الشهرين بعد، خصوصا بعد ما عملت عملية جراحية خفيفة. فقال لي انا هطلعك نقطة عمرك ما هتنساها، نقطة رائعة جميلة. ولكن رحت هناك سينا، وما أجمل مناظر سينا، نقطة رائعة جدا، ولكن كان ينغص. اسمها ايه النقطة دي؟ نقطة تبة الصفرة. تبة الصفرة. في وادي، جنب وادي اسمه وادي سهل القمر. وهو واخد دايرة شكل القمر بيلف حوالين التبة، اسمه وادي سهل القمر. وكان منظر الغروب انا اعمل ايدي كده وزميلي يصورني، احس ان انا شايل الشمس على ايدي في ساعة الغروب، رائعة يعني جميلة جدا. فرحت التبة دي، كان ينغص علينا رؤيتنا للجانب الاخر، الارض المحتلة المغتصبة. التبة دي قريبة قوي من الارض، ده على الحدود يعني، انا واقف فوق التبة شايف داخل العمق الاسرائيلي 10 12 15 كيلو بالنضارة، والجنود الاسرائيليين رايحين جايين في الطريق تحت مننا. هي التبة دي مرتفعة 1600 متر، الجنود الاسرائيليين تحت مني انا شايفهم، والطريق الاسفلت، وقدامي اهداف اسرائيلية، محطة الانذار المبكر، منطقة المزار، مطار رأس النقب ورا، محطة لمفاعل ديمونة، نقطة متقدمة لمفاعل ديمونة. الأهداف دي أنا كنت قعدت السنتين اللي قبل كده شويش في سرية الاحتياط، السرية المقاتلة تابع قطاع وسط سيناء، اللي بنعلم العساكر يعني إيه عسكرية، يعني إيه سلاح، يعني إيه فوتوغرافيا، يعني إيه. فبقيت في التبة دي شويش. فلما طلعت ورحت التبة دي، المفروض إن أنا أكون شويش، بس لقيت واحد دفعتي هو ماسك شويش النقطة، فقلت له خليك زي ما انت، انا جاي استريح اصلا، وانا همسك فرد استطلاع، تخصصي اصلا كان استطلاع، ان انا اقف واراقب التحركات وقفت وبدأت تراقب. وبدأت اراقب. شفت العسكري الاسرائيلي هذا الخنزير يعني في حركة في النقطة اللي جنب مني اسمها نقطة رأس النقب. الحبل بتاع العلم اتقطع، طار العلم، الهواء دخل العلم الارض المحتله، علمنا علم مصر، علم مصر. خدوا العسكري الاسرائيلي وفي حركه استفزازيه مسح جزمته، يعني مسك النضاره وبيبص عليا لاني ماسك النضاره وببص عليه تاكيدا في الرؤيه، راح مطلع العلم من تحت الكرسي بتاع الجيب وماسح لا مؤاخذه بيه جزمته. انا يكفي ان انا كنت بشوفه اكن دماغي دي كوره مولعه وانت عمال تجيب بنزين وتكبه على دماغي. رؤيتي ليهم من تاريخ طويل مذاكره في دماغي، من اول حكايات عمي ومن اول رؤيتي لابن عمي وزوجة عمي الشهيد رحمة الله عليه، شهيد في 67، وعم كان في الصاعقة، وعم التاني كان في المدفعية الخفيفة. فالحكايات دي كلها عمالة تشحن فيا، فاهمني، وتنشئة أزهرية. والدي رحمة الله عليه معلمني ومعرفني ان العدو الاسرائيلي هو العدو الاول والاخير لينا. مهما كانت في حالات استسلام بينا، كان في مسميات صلح، الكلام ده كله، واحنا اصلا مش مقتنعين ان في، لا ده كان في من النظام حالة من حالات
الاستسلام مش السلام. السلام لما يكون بيني وبينك خط سلام رايح جاي، انما انا خاضع ليك وكل حاجه انت تعملها. يعني ضباط اسرائيليين وعساكر اسرائيليين بالقناصه يضربوا الفلسطينيين ويضربوا البدو المصريين على الطريق اللي الجمله بتاعته تشرد، يضربوا العساكر المصريين، والعسكري الاسرائيلي لا يحاسب على دم هذا الانسان المصري. فده طبعا تقدر مصر تبعت شكوى قد كده في السفاره في الخارجيه او في مجلس الامن، تقول العسكري اسرائيلي ضرب عندنا 4 افراد. عسكري اسرائيلي قنص وضرب ضابط شهيد اسمه عبد اللطيف من الفيوم، وراح جثمانه الطاهر اندفن واهله ما شافوهوش، قالوا له لا ده مات باسفكسيا بعقرب لدعه ومات نتيجه سم العقرب، وهو كان ان عسكري اسرائيلي قنصه من فوق المدرعه. انت شفت ده بنفسك؟ لا ما شفتوش، ولكن اتحكى. الجنود اللي على الحدود بيحكوا لبعض. لما والده واهله اصروا ان هم يروحوا ويشوفوه ويكشف جثمانه، قالوا له لا ما تشوفش، لان هو اتكفن وخلاص واتغسل واتكفن بالعلم وما ينفعش، وهددوهم باعتقال اولاده التانيين. دي قصة أخرى يا جماعة على الهامش كده. مفيش لرجل شهيد نحتسبه عند الله شهيدا ونعم بالله، ضابط اسمه عبد اللطيف من الفيوم. قصص ياما في الجراب يا حواه يا حواه، كانوا زي الحواه. نرجع بقى لقصتي أنا. شفته بيمسح العسكري بيمسح جزمته بالعلم المصري في حركة استفزازية. هو ما يقدرش يعمل الحركة دي بعد مني بنقطتين، لأن المسافة هناك حوالي 120 متر. فلو عمل الحركة دي طلع العلم من تحت الجيب، كرسي الجيب، العسكري المصري معاه بندقية آلي يقدر يضربه على بعد المسافة دي أو رد فعل. إنما أنت كنت بعيد فهو إنما مطمن. أنا كيلو ونص فوق وما أقدرش أنزل له. يعني عشان أنزل المسافة الكيلو ونص في الهواء تبة وقوف كده مدرجات 400 متر و600 متر و400 متر و200 متر، فاهمني؟ يعني دي عايزة ناس متسلقة جبال لكن ما يعرفش ان ربنا سبحانه وتعالى ألهمنا الفطرة ان انا نزلت له بالعرض كده داخل الارض المصرية، وبعدين رجعت له لفت له كمان من الوادي. المسافة دي تاخد معايا 8 كيلو جري. في نفس اللحظة نزلت يا أيمن؟ لا مش نفس اللحظة. انا قلت للضابط بتاعي العسكري الاسرائيلي معاه علم مصري وبيمسح بيه جزمته وحصل كذا كذا. قال لي حاضر احنا هنتصرف وهبلغ القيادة. بعد 4 أيام فوجئت نفس العسكري معاه مجندة إسرائيلية من مجندات الاتصال، وفي منطقة اسمها المزار مدرجات كده، دخل وبتفسح معاها ومارس فعل رذيل وفعل شنيع على العلم. أنا في نفس اللحظة قلت له خلاص، أنا المرة الأولانية قلت للضابط بتاعي أنا تاني مرة ما أقدرش نكلم نفسك. قلت له أنت طلبت موتك خلاص، أنت كده طلبت موتك يا عجل، ما فيهاش تراجع، ما فيهاش عدول. عملت ايه؟ انا بدأت احسب عشان انزل المسافة دي اجري 8 كيلو. انا طبعا ساعتها كنت طالع من فترة عملية، كان يلزمني فترة نقاهة بسيطة جدا. انا كنت طالع اصلا النقطة دي فترة نقاهة، خدت فترة النقاهة 7 8 ايام 10 ايام. هو كان العمل ده الاستفزاز ده كان هو بيرد لينا احنا كمصريين على احتفال مصر بذكرى انتصار اكتوبر. لان الواقعة دي كان في حدود حوالي يوم 10 11 12 من 10 ل 15 اكتوبر. لما عمل كده وعمل كده تاني، فهمني؟ طبعا انا خدت 46 يوم لغاية 26 11 سنة 90، يعني 45 كان في حدود 15 اكتوبر. انا قعدت الفترة دي اتدرب يوميا اجري مسافات لغايه لما وصلت لمرحله ان انا بجري يوميا 15 كيلو رايح جاي. انت خلاص الموضوع لزق في دماغك. خلاص. دفتر الاحوال بدات اراجع تحركاته 9 ايام بحسب له هو بيروح امتى ويجي امتى. حصل مذبحه المسجد الاقصى وما قدسيه المسجد الاقصى في قلوبنا احنا كمصريين هو احد المساجد الثلاثه التي تشد اليها الرحال. مصر الرسول عليه الصلاه والسلام، مصر الانبياء. يعني بص، انا كنت اتمنى ان انا ادفع حياتي
ثمن ان انا اصلي ركعتين في المسجد الاقصى، وان شاء الله ربنا يكتبها لي، ويعلم الله اني في شوق ان انا اصلي في المسجد الاقصى. كلنا في شوق والله يا عيني، كلنا في المحرر شوق. الذي لا يقع تحت الاحتلال الاسرائيلي. ربنا سبحانه وتعالى الهمني ان انا قعدت تحسب وتخطط. خطط 46 يوم. دفتر الاحوال، رجعت مع التدريب، مع اقناع نفسي، التدريب النفسي ان انا لازم اعمل كده، رد فعل طبيعي للي بيحصل لينا على يد الاسرائيليين. وربنا اكرمنا ودخلت، خططت، بدات اجهز لغايه يوم التجهيز. جمعت ذخيره في، يعني سبحان الله، في حركه اعجز لها ان انا اخد ذخيره، كم الذخيره الهائل. انا واخد معايا 15 خزنه، طبعا انا مستلم خزنه واحده، لكن هاخد ال 15 خزنه. مساله صعبه، وزمايلي قاعدين وبتوع السلاحليك قاعدين في السلاح، صعب ان انا اخد. انت ما طلعتش حد على سرك خالص. وبقيت اتدرب، وبقيت اقول لهم يعني ايمن انت بتجري وبتعمل مجهود، اقول لهم كل واحد وانا داخل الجيش بستلم حاجات، وانا خارج بسلمها كلها، الا حاجه واحده بس، حاجتين: المعلومه اللي بحطها في دماغي وبتعلمها واكون بيها كانسان، والعضله الصغيره اللي انا ببنيها جوه الجيش دي بخرج بيها انفع بيها نفسي. فقلت لهم انا بتدرب عشان كده، يعني عشان ازود عضلاتي وربنا يكرمني واكون. جمعت ازاي ال 15 خزنه؟ انا عجزت ان انا اخد ذخيره لغايه لما بصيت لقيت جوه السلاحليك 5 من زمايلي قاعدين. طبعا يعني انا عجزت ان انا اخد ذخيره، اثبتهم، اعمل ايه؟ وقفت بره الباب كده، قلت يا رب سبحانك وتعالى انت تعرف نيتي وتعرف انا بعمل ايه ومخطط ان انا اخد الذخيره ازاي، ولكن عجزت على الحته دي. قلت انت تعلم ما في نفسي، وانا الهدف اللي انا عايز اعمله، ولكن ما اقدرش اعمل كده ضد زمايلي، فكها من عندك. فاذا بالضابط ينادي على عسكري الاتصال، يقول له ما فيش تلفزيون هنا. قال له ايوه يا فندم في تلفزيون موجود في الدولاب بتاع. طب هاتوا. جاب له تلفزيون وجاب له بطاريه من تنجر الشحن، وقعدوا يتفرجوا على التلفزيون. العساكر كلها اتلمت قدام التلفزيون، بقينا احنا النقطه كلها بنتفرج على التلفزيون، والذخيره ليا انا لوحدي. وربنا اكرمني، وطول الليل بقى عمال انقل ذخيره وانقل فوق على البرج واجهز. وغيرت ميعاد الخدمه بتاع زميلي، بدلت مع زميل ليك بحيث ان انا هسيبه نايم واكمل انا لغايه الصبح، بحيث ان انا هنزل الساعه 5:30 الصبح، انطلق من المكان اللي انا كنت راسم لنفسي خط سير 3 مرات اتدرب وهنزل ازاي. وربنا اكرمني ونزلت. وانا نازل يعني ايه، بتكلم مع نفسي وانا على الحدود مباشره، بقول لنفسي تعرف يا ايمن معنى الخطوه دي ايه؟ قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ودخلت المكان اللي انا رسمه خط سير في مكان الكمين. كمنت انا طبعا مستني اتوبيس، واتوبيسين هم بيجوا ورا بعض، واحد بتاع فنيين وعساكر وواحد بتاع ضباط. كانت الخطه الاساسيه ان لو جه الاولاني الاتوبيس الفنيين والعساكر هسيبه يعدي، بحيث ان انا استفرد باتوبيس الضباط. لو جه اتوبيس الضباط الاول يبقى خير وبركه. مكتوب. انا كنت اجلت العمليه 6 ايام. ليه؟ علشان يكون الاتوبيس الضباط مع تواجد العسكري، عايز اتقابل انا وهو، عايز اقابله. انا كنت هنزل انفذ، كان هدف اساسي، ولكن كمان عندك هدف اكبر. يعني بدل ما انزل اشتبك مع عسكري، يبقى عسكري قصاد عسكري او عسكري قصاد دوريه. لا، الحسبه بسيطه. انا عايز هدف اكبر، عايز أألمهم، عايز اضربهم في موجع يحسوا بينا احنا لما بيضربوا حد، وبيضربوا في الفلسطينيين والعرب واخواننا، ان انا لما اقرص عليهم زياده عن اللازم وربنا يكرمني. فربنا اكرمني، دخلت عملت الكمين. اول عربيه كانت تويوتا ربع نقل تبع الامداد والتغذيه، دي كان فيها صول. تاني عربيه دي جايه بالصدفه البحته، كان فيها عميد في مخابرات جيش الدفاع الاسرائيلي، بعد كده عرفت ان هو واحد من علماء مفاعل ديمونه. تالت عربيه كان الاتوبيس الحربي بتاع الفنيين والعساكر، كان فيه السواق، ووقف بطريقه ما لان فيها عمليه عسكريه. انا استغلت نفس فكره الثغره بتاعه عساف ياجوري، لان الاتوبيسين دول بيأمنهم في حدود 8 دوريات اسرائيليه
رايحين جايين، وبيكون أأمن وقت للطريق. فربنا أكرمني وقدرت أوصل لثغرة في تأمين الأتوبيس اللي هي شرق النقطة بتاعتنا ب3 كيلو، بحيث إن أنا ما اتقابلش مع الدوريات غير لما استفرد بالأتوبيس دقيقة واحدة، ودقيقة في العمل العسكري حاجة كبيرة جدا. وربنا أكرمني ووصلت للأتوبيس بتاع الضباط بعد الأتوبيس بتاع الفنيين والعساكر. وصلت للأتوبيس الضباط واشتبكت معاهم، وفرد الأمن أصابني هنا طلقة، واستمريت في الاشتباك معاهم. بعد كده اشتبكت مع 6 أو 7 ضباط من داخل الأتوبيس، وأنا ماسك تلتين الأتوبيس حاصرهم، فاهمني، يعني بالمعنى باللغة العسكرية كابس عليهم، فاهمني، ومتملك فيهم خالص. هم يضربوا، أنا اللي باين مني زاوية بسيطة نص وشي والبندقية، ومتمكن فيهم. ضربت فيهم 7 خزن. كل ما أضرب الدفعة أسمع صريخ وصويت، ويا دوب هدف يطلع بالطبنجة يفضل يضرب 3-4 طلقات، أروح رادد عليه مسقطه تاني، لأن أنا متملك أكتر منه. وربنا أكرمني، واحد بيطلع من ظهر الأتوبيس ضربته برضه في ظهره وقلبته تاني، لغاية لما فلت واحد من الباب الوراني. المفروض إن أنا عشان أجيبه في تغيير الخزنة بتاعتي أطلع لقدام. في حالة طلوع لقدام هنكشف للظباط اللي بيقنصوا. أنا سبته يجري وضربت عليهم، هبطوا، غيرت الخزنة ورحت ضارب عليهم تاني. فهم بيستنوا مني دفعات طويلة، بيروحوا كابسين. رحت أنا طالع من مكاني في حركة التفاف. في حركة الالتفاف دي كنت أنا واخد الأتوبيس هدف بيني وبينهم، بيني وبين اللي طالع فوق. بلف في حركة عسكرية بيني وبين الأتوبيس اللي واقف بالعرض. ظهرت للعربية الجيب اللي فيها العسكري العجل، وكنت مفاجأة ظهوري من ورا الجيب من ورا الأتوبيس مفاجأة بالنسبة له. وواحد فيهم صرخ مخبل. كنت أنا الحمد لله إن درجة انتباهي للصرخ أسرع، وهو كراكب العربية ومعاه المدفع الفيكرز. فلما خد الصدمة بتاعة ضربة الفرامل، لأن العربية الجيب وصلت لغاية الأتوبيس وضرب فرامل، فعمل كده. لما عمل كده نزل المدفع لتحت، بوز المدفع طلع لفوق للجنب علشان يردوا عليا كده. كنت انا لفيت البندقيه كده. انت محتاج الثانيه دي تصطاده فيه. الثانيه دي، ومسافه بيني وبينه 4 متر. ضربت دفعه طويله في صدره بيزمجر مع نفسه. ضربت دفعه تانية يعني، والحمد لله رب العالمين، ضرب مركز 3 متر بيني وبينه، وصدره قد كده اهو. الصفه التشريحيه جايبه ان في منطقه الصدر هنا واخد له 11 طلقه. خرجت بنفس الطريقه اللي انا دخلت بيها. 2 جريوا من الباور بعد ما خلصت على قائد الدوريه والسواق، جريوا وانا بشتبك مع 2 تانيين الناحيه دي. وضربت الفرد اللي كان طلع، الضابط اللي كان طلع فوق الاتوبيس، وبشتبك مع اللي في الاتوبيس اللي بطبنجات. جات الدوريتين اللي كانوا واقفين ورا بوابه الامن نزلوا على الطريق الترابي وادوا وشهم في الواطي كده. المسافه بيني وبينهم حوالي 1.5 كيلو. المدافع اللي معاهم مدافع تقيله فيكرز، وانا معايا بندقيه. ما اقدرش في المسافه دي، ما فيش مقارنه بين القوه والقوه. فعندي ساتر واحد. الساتر ده اخده من الاثنين اتمركزوا الناحيه دي ولا من دول. فخدت الساتر من البورات لان هي قوتها اكبر، وبدات انسحب. فهم عايزين يشكلوا عليا كماشه عشان يقفلوا. فكل ما دول يجروا، انا كان قدامي هدف واحد، ان انا اموت داخل الحدود المصريه. بس ما كنتش مخطط ان انا ما بعد الحدود المصريه. كان هدفي كله ان انا داخل من الاول، واحتسب نفسي شهيد عند الله في داخل الحدود الارض المحتله. لما وصلت كده احتسب نفسي شهيد واموت داخل الارض المصريه. فكل ما هم يحبوا يخنقوا عليا اكتر، اجري بسرعه اكتر. كل ما يحبوا يخنقوا، ولذلك خدت وتيره سريعه جدا ان انا اخرج من داخل العمق الارض المحتله بالمسافه الطويله دي بسرعه بسرعه بسرعه، لغايه لما وصلت الحدود. كان الهليكوبتر يعني بادئ يطارد فوق مني. كنت دخلت الحدود المصريه بحوالي 80 متر. اتبقى 80 متر تانيين لاول الوادي. انا لا ما اقولش لحضرتك انا كنت جريت المسافه دي ازاي. انا ما كنتش حاسس ان انا بجري، انا كنت حاسس ان انا طاير وبجدف كده برجليا او بعمل كده، لغايه لما وصلت تحت اول الشجره.
كم الذخيره اللي حسبوه الاسرائيليين، القياده المصريه حسبته بناء على التقارير الاسرائيليه. هم ضربوا حوالي حاجه و30 خزنه عليا من رشاشات فيكرز، من رشاشات العوزي لطبنجات ستار لبنادق M16. طلعت حوالي مجموع 980 طلقه، وانا اطلقت حوالي 321 طلقه. قتلت كم واحد؟ وربنا اكرمني سبحانه وتعالى وجعلني سبب ان انا ابيد 21 كلب اسرائيلي واصابه 20. واصابه 20. رجعت عديت الحدود المصريه. ربنا اكرمني وصلت لغايه شركه عثمان احمد عثمان. طب يا ابني حصل ايه؟ قلت له حصل كذا كذا كذا. طب عايز ايه؟ قلت له عايزك توصلني القياده المنطقه المركزيه بتاعتي. وصلت القياده المنطقه المركزيه بتاعتي. دخل ضابط الامن بتاع مشروع عثمان، كلم ضابط الامن بتاعي، قال له معايا عسكري بره ويقول كذا 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 وهو مصاب في راسه. واحنا وصلنا الضابط، اول ما شفته نزلت من العربيه اديت له التحيه العسكريه الواجبه عليا كجندي تجاه القائد بتاعه. اتفضل يا فندم السلاح والقايش التاني بالذخيره، اتفضل يا حضره الصول. ورفعت له ايدي كده وقلت له انا تحت امركم. قال لي اتفضل يا ابني احنا تحت امرك احنا. ودخلت الدكتور خيط لي دماغي وعلاج ورعايه وقال لي هتقابل قائد المنطقه المركزيه. سالني حصل ايه يا ابني؟ قلت له حصل كذا 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 كذا. في لفته جميله جدا ولن تكرر، بيقول لي احنا عندنا عساكر زيك كتير. قلت له موجودين يا فندم. فظابط لواء بيقول لي يا ابني يا بختك انت حضرت سنتين في الجيش وتقتل الكم ده كله. انا حضرت ال3 حروب وكان نفسي قلت له يا فندم انا اقبل ايديك. يعني هو صراحه اللواء ده عمل حركه يعني فكرش اسمه ايمن؟ لا والله صراحه لا، ده لواء تاني غير قائد المنطقه بتاعتنا. هو كان في كتائب العريش. اللواء التاني ده كان في كتائب العريش وما اعرفش اسمه ورتبته على كتفه. قال لي انا اقبل اليد قلت له انا اقبل ايدك ودماغ حضرتك، يعني انا ابنك الصغير. قال لي يا بختك وربنا يحتسبك شهيد وتقتل. انا حضرت الحرب وكان نفسي قلت له حضرتك كنت فين ساعه الحرب؟ قال لي كنت في المنطقه المركزيه في العمليات. قلت له العساكر اللي كانت بتقتل والعساكر اللي عدت واللي عبرت دول كانوا بتعليمات وتوجيهاتكم، وانت حضرتك لا تقل يعني، بل بالعكس. عملوا معاك ايه بعد كده؟ اللواء بتاعي قال لي يا ابني انا هتصور معاك، يكفيني شرفا ان انا اوريهم لاولادي واحفادي ان اقول لهم انا شرفت برئاسه العسكري ده. وكان معايا مداخله جميله من ضابط جميل اللي جابني من سينا. النقيب طارق ساعتها جابني من سينا لغايه السويس في عمليه رائعه وكشفت جاسوس امريكي. اتنقلت، يعني كان معامله قمه في الادب والاحترام. اللواء ايهاب علوي له كل التقدير كان يعزمني في المكتب بتاعه ويقول ايمن له قهوه طرز لواء. طرز لواء مش عسكري. يعني ايه طرز لواء؟ طرز لواء هو كان له برطمان قهوه يعني صراحه ما كانش يشرب منه غيره واللواءات اصدقائه. فانا اقول له يا فندم انا محتاج فنجان كل ده وانت محبوس عشان وانا محبوس في النيابه العسكريه وفي الشرطه العسكريه في فتره ما بين تسليم نفسي الى المحاكمه الى النطق. عارف ايمن، حاسس انك بتستحضر الحكايه، نفسك قاعد يروح ويطلع وصدرك بيعلو والدموع في عينيك وكانك بتجري في نفس توقيت الجري. انا مش راضي اقطعك خالص وانت بتستحضر المشهد بشكل عجيب. المشهد ده لا أكل ولا أمل من حكيه ومن تذكره، لأن هو ده لما واحد بيسألني بيقول لي أيمن حصل إيه، هو ده التقدير بالنسبة لي. أنا لما كانوا بيسألوني شباب وأولاد وولاد صغيرين بيقولوا لي أيمن يعني مصر عملت لك إيه؟ أنت عملت ودافعت عن العالم المصري ومصر عملت لك إيه؟ قلت لهم أنا في الأول والآخر أنا لما عملت كده ما كنتش مستني جزاء ولا شكورة من حد. أنا عملت كده صقرا لكرامتي وعروبتي واسلامنا وديننا وكل ده ومش مستني. طب خليني بقى اسالك وانهي مصر محددة. اتفضل. انهي مصر؟ مصر الغلبان، الراجل البسيط اللي بيجري على اكل عيشه ويأكل ولاده وهو يقعد جنبهم كده ويطبطب عليهم ويأكلهم لغايه
يكاد يكون هو جعان وياخد لقم بسيطه كده عشان ولاده يشبعوا ويناموا، الام الست الشريفه الطيبه الطاهره اللي تربي اولادها، ولا مصر اللي قاعدين فوق عمالين ينهبوا ويبيعوا فيها، وان هي ورث اهاليهم بيبيعوا بالالاف والفدادين ويسرقوا فيها قوت وشعب وناس. ادوك 12 سنه محكمه العسكريه، محكمه عسكريه عليا، خدت الحكم 12 سنه، خرجت بعد 10 سنين. خرجت بعد 10 سنين. ولكن مش محتاج اسال، المعامله رائعه 10 سنين طبعا. الناس بتعاملك كده ولا عاملوك ازاي؟ هو طبعا في ضباط جيش معامله رائعه، يعني تمثلت ليا في انتقالي من السويس الى مستشفى المعادي العسكري. طلبوا في محامي طلب في توقيع الكشف الطبي عليا وسلامه مدى قوايا العقليه، وكانوا عايزين يحولوا العمليه، فلكن جالي مندوبين من الرئاسه في المستشفى العسكري، اللواء عادل فؤاد عز، وقعدوا معايا 6 لواءات معاهم كليه الزماله في جامعه كامبريدج. طبعا قعدت معاهم يعني اخصائيين نفسيين وحاجه يفصصوني من فوق لتحت، قعدنا مع بعض 6 ساعات. بعد كده ما اقدرش امثل عليهم ان انا مجنون. جولك من الرئاسه عشان ياكدوا انك مش مجنون. جم استدعاء من الرئاسه وجولي بعربيات من الرئاسه، فلما العسكري اللي واقف بره بساله بقول له الناس دي منين؟ ما رتب لواءات دخل، يقول لي من اداره التخطيط الحربي. فاذا هتكلم مع ناس دماغها تخطيط، فاطلع اتكلم معاهم دماغهم من العمليات الخاصه، من اداره الصاعقه، فاذا اتكلم معاهم. دول كانوا من الرئاسه، دول كانوا من الرئاسه، ما خليتش عليهم حته لا برضه بتكلم معاهم كويس وعلى اساس ان هم من الرئاسه، وانا مستني بتوع المستشفى. فلما جينا في المحكمه قال القاضي ينتدب لواء طبيب عادل فؤاد عز، وفاجئ ان اللواء الطبيب عادل فؤاد عز هو واحد من الخمسه اللي من السته اللي كنا قعدنا مع بعض 6 ساعات، ويشكل فريق، وباقي الفريق هم ال5 لواءات، وكان فيهم عميد سيادة العميد. طبعا انا يعني اسف ان انا بقول لواءات وعميد، لا ده انا اقول سيادة الاخ الكبير الحبيب اللي كان بيحميني بروحه ودمه، فاهمني؟ عميد القوات المسلحة فلان الفلاني، له مني كل التقدير والحب. هم كتير، هم كتير.